السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا وآخر وصفة. يا رب تكونوا جربتوا آخر وصفة وتكون عجبتكم. بشكر كل متابعيني حبايب قلبي، وبشكركم جدا. وكل لو حد أول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس، ما ينساش في اللايك. وانتوا يا حبايب قلبي ما تنسوش في اللايك. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه جدا 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 من بواقي الفينو. تعالوا بقى نشوف الجمال ده اللي احنا عملناه من بواقي الفينو. واحلى حاجه في الوصفه دي ان هي سهله وسريعه، واي حشوه انت عندك ممكن تحطيها في الوصفه دي. انا كان عندي بس رغيفين فينو بس، وكانوا بايتين مثلا بقالهم 3 4 ايام، مش في الفريزر ولا حاجه. انت لو في الفريزر عادي برضو طلعيه واعمليه بالطريقه ديت. انا بقطع كده الفينو حتت حتت كده زي فتة القطه، عندنا كده اكله اسمها فتة القطه. بقطعها كده حتت صغيره، وبجيب بيضه واحده بس على الرغيفين الفينو. لو انت طبعا هتكتري الفينو هتزودي بيضه كمان. تمام. وحطيت حبه فلفل اسمر وحبه ملح علشان طبعا الفينو من غير ملح ولا حاجه، والبيض محتاج ملح وفلفل. وطبعا كميه اللبن اللي احنا حطيناها، على الفينو دوت كانت حوالي يعني ما بين الربع كيلو، ومش ربع كيلو، الربع كوبايه ونص كوبايه لبن. تمام، يعني ربع كوبايه لبن وعليها كبشه ايه، معلقتين كده كمان ايه لبن. بحطهم كده عليها، وبحب يعني ايه، عايزه كل الفينو اللي انا مقطعاه دوت يا حبايب قلبي يتشرب معايا الخليط اللي انا عاملاه، اللي هو لبن وبيض مضروبين مع بعض مع حبه ملح وفلفل اسمر بس. طبعا اشربهم كلهم واهرسهم كلهم مع بعض، واجيب صينيه كده على النار. وهنا بقى وصفتنا عايزه شعله نار صغيره جدا، كانك بتعملي على مثلا بتطبخي رز وتشرب ميته وتوطي عليه، بيبقى الشعله عامله ازاي بتاعتها، النار بتاعتها واطيه خالص سهاري كده. اول ما السمنه كده حسيت ان هي سخنت مش بتقدح خالص، اروح منزله الخليط بتاعي. احاول اعمل كده شكل قرص كده دائري. تمام، علشان يطلع معانا في الاخر الشكل زي الكريب كده، او حاجه اسمها اكله كده ايه، اكلوني ولا حاجه زي كده، مش عارفه مش عارفه اسمها ايه. اكلوا مين اللي اكلني؟ مكروني، اكله كده زي ايطاليه. بس مش هي دي الشكل، التقفيله بتاعت اللي احنا عايزين نعملها. تمام، اللي هو الشكل اللي احنا شفناه في اول الفيديو، زي القطايف كده بس كبيره. تمام. كده بقى موطيه النار خالص يا حبايبي خالص. انا ايه بقى حشوه عندك حطيها. انا كان عندي حته جبنه كده براميلي مزبده كده، بس ناشفه شويه، يعني مش مزبده خالص، بين الناشفه والمزبده. ايه نوع بقى؟ انت ممكن تحطي جبنه بيضه عادي، علب، جبنه قريش، ايه نوع جبنه، وتغطي. وكل ده على نار هاديه خالص، يعني دقيقه دقيقتين، وتكشفي عليها تاني زي ما انا بكشف عليها كده اهوت الغطا. ولقيتها هنا بقى ابتدت تسيح اهي، بصوا معايا، ابتديت افردها كده على الدوريه بتاعت الخليط اللي عندي دوت. وعندي بقى هنا لقيت فلفلايه رومي يتيمه، قلت يلا تعالي والله ما انا سايباكي. قطعتها كده ترانشات. وكان عندي حبة زيتون كده برضو اخضر مخلي، رحت حطيتهم برضو. انت لو عندك زيتون حتى ببذر قطعيه بالسكينة عادي وفرجيها كده على الخليط اللي عندنا دوت. وعندي هنا برضو حتة جبنة موزاريلا حطيتها. انت بقى اي حاجة عندك، بسطرمة عندك، لانشون عندك، سوسيس عندك، بسطرمة، بواقي فراخ، حتة لحمة مفرومة، بصوا ايه اللي تعجبك كده، واي حاجة عندك حطيها، مش هتقولك لا. الوصفة دي بيمشي معاها اي حشو. تمام. بعد ما احمرت كده يا حبايب قلبي، ابتديت ان انا اقفلها كده على شكل قطايف، بلاش الكلمة التانية اللي انا مش عارفة انطقها. ماشي تمام. وكل ده النار واطفي عليها، واشوف من الجنب ده ومن الجنب ده. ماشي، هي الجنب التاني يعني ايه، خد لون تحمير زيادة شوية. آه كده خلاص. بشوف من جوه الجبنة الموزاريلا ساحت معايا مع الجبنة البراميلي، بصوا روعة 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 يا بنات. انا حاسة ان انا باكل كريب، يعني ده اقرب طعم كريب وبيتزا. كده خلاص طلعتها بقى، وقلت بقى ندلعها كده ونعنشها ونحط عليها كده حبة كاتشب. انا طبعا عايزة اعمل بقى ايه الخطوط بقى، واعمل شغل واشتغالات كده، بس ايه
ما ظبطتش معايا، طلعت نقط كده تايجر. اوريكم بقى شكلها كده من جوه يا حبايب قلبي، سايحه والموزاريلا سايحه، طعمها خرافه ورهيب رهيب رهيب. يا رب تكونوا عجبتكم الوصفه بتاعتي، جربوها ومتنسوش في لايك وشير وكومنت حلو. بحبكم في الله. مع